صباح الخير أو مساء الخير عليكم حبايبي أصحاب مواليد برج العذراء. هنشوف دلوقتي توقعاتك، هنشوف ايه الأخبار عندك، هنعرف الطاقة بتاعتك يا برج العذراء. انزلوا باللايك الجميل، ولو أول مرة بتنور قناتي اشترك بالقناة، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني دايما كل جديد بقدمه. طبعا حبايبي القراءة دي بتكون قراءة عامة، يعني مستحيل تنطبق مع كل الناس، ولكن بتنطبق مع الجنسين رجل وامرأة ولجميع الأعمار. مواليد برج العذراء من 23 أغسطس ل 22 سبتمبر. ولما نتكلم عن برج العذراء الترابي، هنقول إن النهاردة يومك مختلف شوية عن الأيام اللي فاتت، فيه طاقة هادية لكن في نفس الوقت فيها تحفيز للقرارات المهمة. مواليد العذراء ناس دقيقة، بتحب النظام والترتيب، وده بيخليها متفوقة في شغلها وعلاقاتها. اليوم الشمس في وضع بيدعمك فكريا وعاطفيا، لكن محتاج توازن بين القلب والعقل يا برج العذراء. القمر بدأ يتحرك في بيتك الثالث، وده معناه ان التواصل والكلام هياخدوا مكانة كبيرة النهاردة. هتحس برغبة في توضيح امور كنت سايبها للصدفة. حاول تتكلم مع زملائك في الشغل بوضوح، وابتعد عن النزاعات اللي ملهاش لازمة. برج العذراء في العمل ممكن تظهر فرص جديدة لمشاريع صغيرة كنت فاكرها بعيدة، لكن محتاج تركيز لأن أي تفريط في التفاصيل ممكن يعمل مشاكل. اليوم مناسب لتنظيم ملفاتك وأوراقك وإعادة ترتيب أولوياتك. تحركاتك المهنية محتاجة هدوء وصبر، وده هيخليك تكسب احترام الكل حواليك. برج العذراء الناس حواليك النهاردة ممكن يكونوا محتاجين سماعك أكتر من كلامك، فركز في الاستماع قبل ما تتكلم، وحاول تكون صبور مع زملاء العمل أو الأقارب اللي طباعهم صعبة. بعض الناس هتحاول تستفزك أو تعمل خلافات، ما تدخلش في جدال معاهم. العلاقات العاطفية محتاجة منك لباقة هدوء. لو في حد بيحاول يتحكم فيك النهاردة، وقتك للثبات وعدم التنازل عن كرامتك. حاول تحافظ على هدوءك، لأنه كل ما تحافظ على سلامة نفسك كل الأمور ما هتمشي معاك بسهولة. برج العذراء في ناس حواليك ممكن يحسوا بالغيرة من نجاحك الصغير أو تطورك، فخليك واعي وما تسمحش للحسد يأثر على قراراتك. لو حسيت بطاقة سلبية من حد ابعد، وحافظ على طاقتك الإيجابية. اليوم مناسب لأداء طقوس حماية نفسك من أي طاقة سلبية، سواء بالذكر أو بالدعاء، أو حتى تخفيف الاتصال بالناس اللي طاقتها تقيلة. برج العذراء اليوم عندك فرص مالية صغيرة ممكن تجيب لك دخل إضافي لو ركزت كويس. حركتك المالية محتاجة ذكاء وما تدخلش في أي مخاطر كبيرة. المشاريع اللي كنت مستنيها تتحرك هتبدأ تتحرك النهاردة، فحاول تتابع مستحقات مالية عليك أو لو ليك، علشان ما يحصلش أي سوء تفاهم، يعني ليك عليك حاول ان انت تتابعها. القرارات المالية اللي هتاخدها النهاردة لو هادية ومدروسة هتجيب نتائج كويسة. كمان يا برج العذراء الشريك لما ممكن يكون مشغول شوية، فمحتاج صبرك وتفهمك. لو في خلاف بسيط حاول تهدي الأجواء بالكلام اللطيف بدل العصبية. النهاردة وقت مناسب لتجديد العلاقة، حتى بحاجات بسيطة زي رسالة أو اتصال. لو فيه مراقبة من أشخاص من أبراج مختلفة، حاول ما تديلهمش فرصة يتدخلوا في حياتك العاطفية. التفاهم والصراحة هي أساس الحل لأي مشكلة بينك وبين الحبيب. كمان النهاردة يوم عملي ممتاز، لكن محتاج صبر في التعامل مع الزملاء. في فرصة مالية جديدة ممكن تظهر، استغلها بحكمة. كمان الشريك محتاج اهتمامك، فحافظ على العلاقة بالكلام اللطيف. اليوم مناسب لإظهار قدراتك في العمل والعلاقات الاجتماعية. برج العذراء النهاردة في طاقة لحل مشاكل صغيرة في البيت أو مع الأصدقاء. اهتم بنفسك عاطفيا
وخليك صبور مع الشريك. النهاردة يومك ممكن يكون مليان مفاجآت صغيرة، بعضها حلو وبعضها محتاج صبر. حاول ما تستعجلش في أي قرار مهم، وخلي دايما عندك خطة بديلة. الطاقة النهاردة مناسبة للتخطيط لمستقبلك المهني على المدى الطويل. أي خطوة عملية هتاخدها النهاردة حاول تراجعها كويس قبل التنفيذ. الأمر بيأثر على بيت التواصل عندك، فالمحادثات النهاردة مهمة. لو في اجتماعات أو مكالمات حاول تكون مركز وواضح في كلامك. اليوم مناسب لتقديم نفسك أو عرض فكرة جديدة، بس خليك دبلوماسي. ممكن تحس ببعض التوتر من ضغط الشغل، لكن لو ركزت على تنظيم وقتك هتعدي. التحركات الفلكية بتشير لأنه يوم مناسب لإنهاء مهام معلقة. أي شغل مكتوب أو أوراق مهمة حاول تراجعها بدقة. ولو عندك مقابلة عمل أو عرض مشروع النهاردة يوم جيد جدا للظهور بمظهر احترافي. ممكن يطلب منك حد نصيحة أو رأي، قدمه بحكمة وبدون مبالغة. كمان يا برج العذراء حاول تبعد عن الناس السلبيين اللي بيقللوا من طاقتك. النهاردة هتلاقي ناس كتير محتاجة نصيحة، خليك حكيم في الكلام. لو في نقاش أو جدال حاول تكون هادي ومركز وما تخليش أي حد يستفزك. العلاقات الاجتماعية محتاجة صبر، ممكن تظهر مشاكل صغيرة مع الأصدقاء أو الزملاء. لو حسيت بتوتر خليك بعيد عن أي نقاش حاد. الناس الموثوق فيهم هيساعدوك، اعتمد عليهم لما تحتاج دعم. النهاردة ممكن تلاقي شخص جديد هيدخل حياتك بطريقة مفاجأة، فخليك متفتح. في حكايات من الماضي ممكن ترجع لك تاني، لكن حاول ما يتدخلوش في حياتك بشكل سلبي. لو في شخص بيتدخل في شغلك حاول ان انت تحافظ على هدوءك وما تردش بالمثل. كمان حاول تبين للناس حدودك بطريقة لطيفة لكن حازمة. طاقتك النهاردة محتاجة حماية، فخليك حريص على المكان اللي حواليك. لو حسيت بحاجة غريبة أو طاقة سلبية اعمل حماية لنفسك بالكلام الطيب. ممكن يظهر شخص مشغول بالغيرة، تجاهله وما تسمحش له انه يأثر على مزاجك. النهاردة الوقت مناسب لتفادي اي خلافات بسبب الحسد. حاول ما تشاركش خططك الكبيرة مع ناس مش واثق فيهم. الناس اللي بتحسدك ممكن تظهر بأشكال مختلفة، فخلي عينك مفتوحة عليهم. وما تنساش ان الابتسامة والطاقة الإيجابية بتبعد الحسد عنك. لو في شخص عنده نوايا سلبية حاول تبعد عن الاحتكاك المباشر. الطاقة الفلكية النهاردة بتساعدك تحمي نفسك بالطريقة الصحيحة، فابتعد عن الجدال الفارغ لأنه بيجذب العين والحسد ليك يا برج العذراء. برج العذراء القمر بيحرك بيت العلاقات الاجتماعية، فممكن تظهر فرص للتواصل أو شراكات جديدة. لو عندك مشاريع مشتركة النهاردة ممكن تتحقق بعض النقاط المهمة، فحاول تبين مهاراتك بشكل عملي مش كلام بس. أي قرار متعلق بالشغل محتاج منك تركيز على التفاصيل الدقيقة. كمان الوقت مناسب لتوضيح أي سوء تفاهم حصل الفترة اللي فاتت. ممكن يظهر ضغط بسيط من المسؤولين، فخليك هادي وتعامل بذكاء. أي ورقة رسمية أو عقد هيمر بيه النهاردة خليك دقيق في مراجعته. اليوم مناسب لبدء مهام جديدة أو إنهاء المهام المتأخرة. لو في شخص بيحاول يتدخل في شغلك حاول تتعامل معاه بلباقة بس بحزم. الطاقة المهنية النهاردة داعمة للناس اللي عايزين يثبتوا نفسهم في مكانهم. النهاردة في فرص للتقارب بين ناس كنت فاكرهم بعيد عنك. خليك لطيف لكن محدد في حدودك مع كل شخص. لو في شخص بيتحجج أو بيحاول يختبر صبرك تجاهله. اليوم مناسب لمحادثات صريحة مع الأقارب أو الأصدقاء. وكمان يا برج العذراء لو حد محتاج مساعدة قدمها لو قدرت، بس من غير ما تضغط على نفسك. التواصل مع الشريك أو الحبيب محتاج صبر ووضوح. أي كلمة لطيفة منك هتفرق جدا في إنك تهدي الجو.
الناس النهاردة هتحس بطاقة إيجابية منك، استغل ده للتقارب مع المحاطين، وأي نقاش هادي ممكن يحل مشاكل كانت متراكمة فترة طويلة. خليك حريص على نفسك وما تدخلش في أي خلافات مع ناس حسودة. ودلوقتي وصلنا لرسالة الفلك لرجل برج العذراء. يومك عملي جدا، الفرص المالية والمهنية موجودة لكن محتاج تركيز وصبر. علاقتك العاطفية محتاجة هدوء وتفاهم، وحافظ على صراحتك مع الشريك. حاول تحمي نفسك من أي طاقة سلبية أو حسد حواليك. أما الجميلة امرأة برج العذراء، الفلك بيقولك اليوم مناسب لإظهار قدراتك المهنية والاجتماعية. ممكن تظهر في فرص صغيرة للربح أو لتقوية العلاقات. اهتمي بعلاقتك العاطفية وكوني صبورة مع الشريك واظهري طاقتك الإيجابية. حافظي على توازنك النفسي وتجنبي أي تدخل سلبي من الآخرين. حبايبي الغاليين، بكده نكون انتهينا من قراءة وتوقعات اليوم. استقبلوا مني كل بشارة جميلة ومفرحة بلايك واشتراك للقناة، ولو أي حد عنده أي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا تحت أمركم. إن شاء الله هرد على كل أسئلتكم، وإلى اللقاء مع فيديو جديد وقراءة جديدة بإذن الله.